ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه عامله احلى غدا، احلى شويه سمك، احلى شويه رز صياديه وطبق بتنجان حكايه. بصوا اكله تحفه كده. دي الخلطه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. هرسة الشطه اللي انا بتبلها بكل حاجه، ملهاش اي حل. والسمك بقى كنت جايباه متنضف، غسلته تاني وهتبله من جوه. ده اول حاجه عشان اعينه في التلاجة الاول قبل ما اعمل اي حاجه. ده اول حاجه عملت السمك تبلته كده. وبعدين هقول لكم هعمل ايه تاني بعد السمك. عملت كل حاجة النهاردة كان يوم متعب قوي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا بالرحمة. بصوا أنا جبت كده بتنجان. البتنجان ده أنا جبت كيلو بتنجان، هقطعه كله كده. وبعد ما بقطعه بغسله عشان يبقى مبقاش فيه أي تراب أي حاجة. أنا جبت كيلو بالظبط، قلت بس ايه يكفيني النهاردة وبكرة، ميبقاش كتير يعني. قلت اعمل حاجة الايه بالحاجات السلطة الكلام ده دلوقتي، واخلي في الاخر بقية الاكل. عملت احلى شوية بتنجان كده، والخلطة دي حكاية. حطيت كل البتنجان وقليته كده، هقليه على مرتين. كنت غسل حاجة السلطة بقى، قلت اعملها الاول. الكمية عاملة كمية كويسة يعني، عشان عندنا كله اصلا بيحب السمك. عملت حبة كويسين، وطماطم غسلها برضو وأقطعها. الطماطم جايباها ب6 جنيه، حلوة قوي. بس ما شاء الله عليها. جبت برضو كمية كويسة يعني، دول أقل من كيلو. عملته برضو، قطعته وعملته. وهنا بقلب بتنجان، يعني بعمل كام حاجة برضو وأنا واقفة. قلت أقلب بتنجان ايه عشان ما يحرقش. بس طلع البتنجان الأبيض حلو. أنا كنت بحسب البتنجان المشبح بس اللي حلو، لقيت طعمه حلو برضو. جبت كام خيارات كده صغيرين، هقطعهم برضو واحطهم معاه، وقرن شطة حامي عشان يطعم السلطة. وجبت بصلاية خضرا، كل ده مع بعض. ده كله بيحلي من السلطة بتاعتك اما تحط فيها كل حاجة تشكليها كده. ونزلت بالملح، انا مبحبش احط كمون او فلفل. ونزلت بشوية مية في حدود نص كوباية. هقلب كل ده مع بعض. وعصرت بقى ليمونة عشان اعينها في التلاجة ايه تسقع شوية كده. هديلها تقليبة. ونبص على البتنجان اللي اتحمر معايا، بقى عامل زي الخشاف، تحفة. جربيه بس مش هتندم. وهنا احط بقى بقية الشطة والبتنجان، ونشوف نعمل ايه تاني. نخلي بقى البتنجان الجميل بتاعنا. الكمية والله حلوة قوي. ازوق بقى الطبق، والشطة حراقة اللي بيحبها برضو. ظبطت الطبق من كل حاجة. عملت الكمية كلها كده. احلى طبق بتنجان هتاكليه لو عملتيه بنفس الدقة دي. هتلاقيها عندك في الخلطة دي، انا منزلاها عاملاها لكم قبل كده. الشطة دي انا فرماها، حاطة عليها شو يعني، على كيلو الشطة حاطة كده في حدود 7
7 فصوص توم، حط عليها كمون، ملح، وخل شوية صغيرين، ليمونتين، وتفضل عندي في التلاجة. كل ما بعوز اجيب منها، لازم تكون متخزنة عندي صراحة. هنزل هنا بالكمون والملح ومعلقة هريسة الشطة برضو، تدي بقى معاك للرز طعم تاني خالص. كل ده قلبته مع بعض. نزلت بطماطمية مقطعها مكعبات، هسيبها لغاية ما تتشوح برضو. سبتها خلاص كده. هنزل بقى ايه بشوية مية حلوين عشان اسيب كل ده يغلي مع بعض. كل ده ياخد بس غلوة مع بعض كده. ونزلت بالرز كمان. اسيب بقى الرز بتاعي الجميل ده يستوى لغاية ما احمر السمك. بس انا ما بقليش السمك كله، انا بعمل على قد اللي عايز بعمل له على طول. يعني بعمل كل واحد سمكة سمكتين زي ما هما بيعوزوا يعني. انا عاملة سمك بلط وسمك مكرونة حكاية، كنت متبلاهم ومخليهم في التلاجة. بصوا، اقلب بقى السمك كده عشان يتحمر كويس كده. استوى معايا واحمر بقى جميل اهو. واعمل تاني كمان طاسة سمك. بصوا اللي انا يعني انا عاملاه في الدقيق وركناه عشان اشيل ده واحط ده على طول. احمر السمك ده بس الاول، ونغرف بقى الرز الجميل بتاعي. رز مفرفر تحفة، طعمه ملوش اي حل. جربي طريقة الرز دي هتعجبك قوي، وطريقة سهلة وبسيطة وطعمه حكاية. بصوا الاكل بتاعنا، دي اكلة النهاردة. بسم الله ما شاء الله. جربي، مش تخسري حاجة. بنفس الطريقة دي هتاكلي احلى سمك واحلى بتنجان واحلى شوية سلطة واحلى رز صيادية. يا رب لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.